ما هو لا ده كانت اتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون موجود في مجلس اداره، انه اضافه قويه جدا وبيشتغل بقلبه مع مشغولياته، بيدي وقت يعني في الاهتمام الاولاني للنادي الاهلي عنده 1 و2 و3 و4 و10، بعد كده تيجي اي حاجه ثانيه. فمن الشخصيات الجميله اللي انا اتمنى ان شاء الله باذن الله توفق باذن الله ويكون عند حسن ظن الجمعيه العموميه باذن الله. قبل المكالمه برضه كنت بتتكلم على قائمه ووجودها مع بعض واهميته طبعا. يعني طب في حاله مثلا انه مش كل القائمه نجحت ده يعني الحقيقه، بس خلينا اقول حاجه برضه ان ده حاجه برضه جات لي الحقيقه لازم ما اتجاهلهاش من الاسئله، انه لما نجح العمري فاروق بقى كان ساعتها طبعا عضو مجلس اداره النادي الاهلي، وكان هو خارج القائمه، حصل انه يعني برضو ما اندمجش بشكل قوي مع المجلس، وكان ده واضح الصراحه يعني من حاجات كثيره وعلى كلامه هو شخصيا كمان. هل ده لو حصل برضو الانتخابات دي هيبقى في نفس النوع، انه برضو لا يعني التجانس مش هيجي الا بالقائمه، لان دي برضو حاجه مش مضمونه يعني؟ وهي التجانس انا بتكلم على التجانس، مش بقول لك يعني عشان تبقى احنا مجموعه، انا مش مجموعه راح تتفسح ولا حاجه، مجموعه داخله تشتغل وتشتغل جامد قوي في وقت حساس جدا، في وقت صعب جدا، في وقت ما فيش حد بيسعى لعمل تطوعي خالص. المجموعه دي داخله وداخله تخدم النادي الاهلي، وبتتمنى انها تنال اصوات الجمعيه العموميه عشان تكمل المشوار، مش تكمل 107 سنه من انجازات، من تفوقات، تكمل انشاءات مطلوبه جدا للنادي الاهلي كقيمه كبيره جدا على في الشرق الاوسط وفي العالم كله باسم النادي الاهلي دوت. اتمنى انها تتطور اقتصاديا بالنادي الاهلي، والنهارده احنا بنتعامل مع النادي الاهلي كسلعه وصناعه، عايزين نستثمر الحته دي كويس قوي عشان ما نجيش نقف زي النهارده. احنا لما جت النشاط الرياضي وقف والبتاع الدنيا اتجمدت شويه، لا احنا عايزين ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي نسيبه للي بعدينا واللي بعدينا في رخاء وفي استثمارات وبخطط مستقبليه باذن الله. انتوا عايزين تسيبوه كده، لكن انتوا عارفين انتوا مش هتمسكوه كده خالص، في ديون بيقولوا كتير جدا. لا هي دي لا مش مسؤوليه المجلس، مش مسؤوليه المجلس الحالي تماما، دي ظروف على البلد كلها. يعني الظروف مره واحده انت وقف لك النشاط الرياضي، وقف لك الرعاه، وحاجات كتيره جدا وقفت مره واحده، من كانت المفروض تخش لك مستحقات كتيره جدا عند جهات زي التلفزيون، زي ناس كتيره جدا بره وقفت مره واحده. فديت دي يعني ده بيقولوا عليه يعني حاجه طارئه، حاجه قهريه. حاجه قهريه. لكن ولو المجلس ده كتب ليه ان هو يقعد، انا عارف ان هو هيعرف يوازن الدفه بسرعه جدا، لان طبعا احنا اساتذتنا اللي موجودين يعني. لكن هو الديون حوالي كام؟ 100 مليون ولا 110؟ لا هي طبعا هي بتتراوح، الديون بتنحصر في يعني في حاجتين 3 4 مش اكتر. ان عندنا ضرائب بتدفع، عندنا المستحقات بتاعت محافظه بتدفع، عندنا موردين مقاولين وحاجات، وعندنا شويه عقود بتدفع لبعض اللاعبين، يعني بتتحصل في حدود ما بين ال 60 وال 70 مليون جنيه تقريبا يعني رقم كبير، يعني رقم كبير طبعا، عندكم بلان كبير. بس احنا لو وزناه من الناحيه الثانيه ان احنا لينا ايه، فعندنا برضو ارقام كبيره، يعني عندنا ارقام كبيره الناحيه الثانيه لو جت هتعدل الدفه يعني. هل وارد انه في القائمه دي يبقى في تمويل بقى ذاتي يعني من اشخاص؟ انا عمر ما النادي الاهلي بيعتمد على التمويل الذاتي ابدا. انا عارف انه ما بيعتمدش، لكن خالص يعني هل خالص ده من ضمن مثلا؟ وانا اشك لان في الوقت اللي احنا فيه ده صعب جدا يعني ما بقاش في تمويل الذاتي دوت يعني. لازم ما بقاش في حد يعني اسم النادي الاهلي ده كتير قوي، ده كبير قوي يعني، كبير قوي، وان شاء الله باذن الله ما يعتمدش على الله، ثم على اسم الكبير بتاع النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي الكبير يعني. هل برضو مثلا في افكار يعني لمعالجه يعني الفجوه بتاعت المبالغ اللي حضرتك بتقول مطلوبه؟ طبعا انا عارف انه في حاجات وقفت وكل حاجه، لكن هو وضع خلاص امر واقع، التعامل معاه بقى يعني بيبقى ما هي دي بقى حضرتك بقول لك دي ما اقدرش نتكلم فيها دلوقتي خالص، دي هنتكلم لو في نصيب وكتب للقائمه بالكامل انها بتخش تشتغل على المعطيات اللي موجوده وفكرها الجديد اللي هو تخش عايزه تطور وتعمل ايه. كنت موجود برضه حضرتك يعني شاركت في او مش شاركت يعني، كان ليك اكيد برضه استشاروك في بقيه القائمه؟ طبعا. يعني اخترتوها على اساس ايه؟ بصراحه يعني انا يعني نشكر الباشمهندس ابراهيم والمجموعه اللي موجوده على الكابتن محرم والباشمهندس وليد بصراحه على الاختيارات. يعني احنا معانا مثلا معانا الباشمهندس ابراهيم كرياسه والكابتن محرم الراغب بتاريخه الكبير قوي، وباشمهندس ابراهيم صالح خبرته العميقه جدا وشغله ال4 سنين جوه مجلس اداره النادي الاهلي، وفي الدكتور محمد شاوي طبعا غني عن التعريف،
وبعدين في بعد تحت ال 52 ل 42 معانا اسمين كبار جدا، في الاستاذ طارق قنديل، ده راجل مدير فروع القاهره والجيزه، احد اكبر البنوك. وما شاء الله شخص، وكان عضو في لجنه تنميه الموارد قبل كده وفي النادي الاهلي، فعنده فكر اقتصادي برضه. وما شاء الله يعني كراجل بنكير ناجح جدا جدا. ومعانا الاستاذ ياسر الرملي، ده لعيب هاندبول قديم، وكان رئيس القطاع التجاري في مصر طيران، دلوقتي رئيس مجلس اداره شركه ابكار وشركه طيران كبيره جدا. وده جانب ايه بقى يعني برضه؟ لا ما بين السن ال 52 ل 42. لا اقصده يعني حضرتك مثلا قلنا على في حد ان هو جانب اقتصادي، هو جانب برضه الاستاذ ياسر برضه الجانب الاقتصادي التجاري وضعه في تحت ما بين السن اللي هو ال 42 ل 32. معانا الكابتن محمد الغزاوي، طبعا الكابتن محمد الغزاوي كان معانا تحت السن وبطل ابطال مصر في طب خليني اقف عند الكابتن محمد الغزاوي ونكمل بعدها. مساء الخير يا كابتن محمد. اهلا استاذ عبد الرحمن، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، وطبعا بيمسي عليك الحاج محمد عبد الوهاب. طبعا حاج محمد. اهلا يا كابتن غزاوي. ازيك يا كابتن غزاوي؟ ازيك؟ ربنا يخليك كابتن. يعني بتشوف الانتخابات اللي جايه ازاي برضو، وطبعا الباب اتفتح امام كل المرشحين في ظل عدم برضو وجود المجلس الحالي ولا مرشح منهم. بتشوف مدى شراسه المنافسه ازاي يا كابتن محمد؟ حضرتك انا شايف ان هو تنافس في حب النادي الاهلي، يعني احنا كل الناس دي نازله الانتخابات القادمه تتنافس في حب النادي الاهلي، ان كل واحد شايف فيه نفس القدره ان هو يقدر يخدم النادي الاهلي او عنده من الافكار التي تساعده ان هو يخدم النادي الاهلي. احنا كمجموعه شايفين ان احنا نستطيع مع بعض بافكارنا والتجانس اللي موجود ما بيننا ان احنا يكون عندنا فكر ورؤيه للفتره القادمه نستطيع من خلالها ان احنا نستكمل مسيره الانتصارات ومسيره التقدم والاستقرار اللي موجود في النادي الاهلي في السنوات الماضيه. بنستكمل ما تم من مجالس الادارات السابقه، المجلس اللي فات واللي قبليه احنا جايين نكمل عليهم. اذا في اخطاء جايين نصلحها، لان مفيش حد بلا اخطاء، واحنا وارد ان احنا نخطئ في المستقبل، مفيش حد فينا بلا اخطاء، ولكن جايين لو في اخطاء نصلحها، لو في عندنا نقدر ان احنا نستكمل بناء النادي الاهلي من رياضيا واقتصاديا واجتماعيا. وعندنا تحدي كبير وهو موعد 6 اكتوبر، ان احنا نقدر نعمل نادي يليق باسم النادي الاهلي ويكون على اعلى مستوى عالمي. وانا يعني اعضاء جماعه عموميه بتوع النادي الاهلي دايما واعيين وهم سباقين في كل شيء، وعندهم من الوعي ان هم يقدروا يعرفوا مين الذي يصلح في الفتره القادمه. بتطلب منهم حاجه يا كابتن محمد؟ بتطلب منهم حاجه الجمعيه العموميه؟ بطلب منهم ان هم يتواجدوا، لان ده حقهم ان هم يقرروا بنفسهم مين اللي يقود النادي الاهلي في ال4 سنوات القادمين. فبطلب منهم ان هم يحضروا ويكونوا زي ما عودونا دايما سباقين في كل شيء، يكونوا المره دي كمان سباقين في الاعداد اللي هتكون موجوده في الجمعيه العموميه، وان ما حدش يقول ان اصل عشان رمضان ما حدش هيجي. لا بالعكس، اعضاء النادي الاهلي عارفين بيحبوا ناديهم قد ايه، وهم مش هيتاخروا عن النادي في ان هم يجوا حتى لو في رمضان علشان يطلب اصواتهم. تمام يا فندم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن محمد الغزاوي. انا عايز تكمل، احنا وقفنا عند حاجه محمد الغزاوي، عايز تكمل معلش برضو القائمه بحيث ان احنا معانا بقى. انا بقول ان هو ده يعني المفاجاه برضه في القائمه، وشخصيه جميله جدا، وانا سعيد جدا ان هو موجود معانا. اسمه خالد عبد القادر. خالد لعيب كره طايره من عيله كلها رياضيه في النادي الاهلي، عريقه يعني جدا في كره طايره، بجانب كده ان هو المدير بتاع مايكروسوفت في مصر هنا. اوكي. وولد ما شاء الله اول مره بياخد الانتخابات، وفكر متطور وشخصيه ما شاء الله يعني. ربنا يوفقه ويكون يقدر يكون عامل مساعد في مجلس اداره النادي الاهلي ان شاء الله الفتره اللي جايه. معانا تحت السن بقى ال 32 معانا محمد جمال الجرحي، ده تقريبا هو 28 سنه بس ما شاء الله ربنا يكرمه، يعني بيدير اكتر من 3-4 شركات ناجحه جدا في مجال الصلب والحديد. بنائيه بقى، بنائيه ممكن انشائيا يبقى برضه معانا. لا وفكر كويس. ومعانا مدام شيرين منصور، سباحه والبطله السباحه، بطله مساحات المسافات الطويله، وبنت النادي الاهلي ومن عيله كبيره جدا عريقه في النادي الاهلي في السباحه. يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله يكون لهم الحظوظ الجمعيه. راعيته التكامل يعني. الحمد لله يعني راينا في كامل رياضيا ويعني فيها في كل مجال فيها حد يعني
صدفه ان الكابتن شيرين منصور وكابتن راني علوان سباحه يعني لا، وعندنا مثلا هندسيا في الباشمهندس ابراهيم معلم طبعا، وفي الباشمهندس ابراهيم صالح. هندسيا عندنا اقتصاديا يعني في موجود انا والطارق قنديل والاستاذ ياسر الرملي وخالد عبد القادر. راعيته ده يعني الحمد لله، يعني هي تملي كده تملي كده. تعودنا في النادي الاهلي لازم يكون في اخصائيات، يعني في طبيا في الدكتور محمد شوقي، الدكتور محمد ليه باع طويل كمان كلجنه طبيه النادي الاهلي وكعضو مجلس اداره في النادي الاهلي بعد كده. يعني رياضيا طبعا في معانا الكابتن محمد الغزاوي، في شيرين منصور، في الكابتن محرم الراغب بتاريخه الطويل قوي، في اللجان بقى وفي اللجان يعني الحمد لله يبقى ففي يعني تناسق في القائمه يعني. تمام. خلينا نروح لفاصل الاخير، بعد الفاصل وصل حوار مع الحاج محمد عبد الوهاب. لسه مستمرين في الحوار مع الحاج محمد عبد الوهاب مرشح عضويه مجلس اداره النادي الاهلي. خلينا نسال حضرتك برضو الاسئله اللي تهم الاعضاء برضو. نادي 6 اكتوبر امتى يبقى شغال؟ انا بتكلم في حاله نجاح ان شاء الله القادم باذن الله. لا وربنا يوفق الاصلح ان شاء الله باذن الله. بس يعني في بلان حطه مجلس اداره وماشي عليه، يعني ايا كان اللي موجود في مجلس اداره في بلان. احنا عندنا من 2 ل5 سنين ان شاء الله باذن الله. بس انا شايف ان هو ان شاء الله يمكن في خلال 2 سنين باذن الله النادي هيبقى شغال. بس هو في التحدي الكبير اللي هو الاستاد. خلال 2 سنين يبقى باقي خلاص الناس تخش فيه. النادي يبتدي يخش. يعني هو دلوقتي لسه ما فيش حاجه خالص. لا دلوقتي لا، في انشاءات وفي ملاعب ابتدت تتعمل. لكن الناس بتلوم شويه على الجزئيه دي، بتقول يعني الانديه الثانيه فتحت واحنا لسه ما فتحناش. بس خلي بالك يا ابو محمود، احنا النادي طبعا النادي الاهلي كاسم النادي الاهلي بيعمل حاجه كبيره قوي، زي ما عملنا نقله كبيره جدا في النادي الاهلي ومنشاته بتاع مدينه نصر، وعملنا اكبر مجمع حمامات سباحه في مدينه نصر. ده اللي بيتعمل كمان في الشيخ زايد، بيتعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده في مصر. وبعدين احنا عندنا اكبر مساحه نادي هتبقى يعني بخلاف نادي الشمس موجوده في مصر، احنا حوالي 132 فدان، فمساحه كبيره جدا ولازم تتعمل صح، ولازم تتعمل بتغطي كل النشاط بتاع الاعضاء. الاستاد وبجانب كده الجانب الاجتماعي. لا الاستاد انا مثلا الاستاد بالتحديد. الاستاد لسه ده وكله ده في المخطط. الاستاد لسه ده ما فيش اي يعني يعني ما فيش مثلا. لا احنا الاول النادي الاجتماعي، لان احنا محتاجين النادي الاجتماعي، محتاجين هنجيب اعضاء جديده، محتاجين اللي اقصده ما فيش مثلا رينج معين للاستاد لسه هتقعدوا بقى ساعتها. انا مش عارف لغايه دلوقتي بصراحه، ما اعرفش المخطط العام ايه. يعني يمكن المهندس ابراهيم صالح هو اللي معاه الموضوع وهو المشرف على الموضوع بتاع الشيخ زايد. بس انا اهم حاجه النادي الاجتماعي والنشاط الرياضي اللي موجود هناك يعني. رايك كيف في بند ال8 سنوات عموما؟ يمكن هو ده كان من ضمن الاسباب اللي برضه اتت بحضرتك، يعني خلينا منطقيين. لا انا مش حته اتت ولا ما اتتش يعني. البند يعني احنا قبل كده دخلنا انتخابات من غير 8. انا مش شايف ان ده بند مجحف، وبند انت بتحجر على راي جمعيه عموميه. اوكي. وبعدين انا مفيش حاجه اسمها عمل تطوعي 8. ممكن ال8 دي اقبلها في حاله ان حد حاجه بعائد، يعني حد بيشتغل في حاجه بعائد فما ينفعش يستفيد منها اكتر من 4 أو 8 أو وات ايفر كان. لكن النهارده انت بتحجر على راي الجمعيه العموميه لو حد ناجح. يعني النهارده لو ما كانش مثلا حد زي حسين بيه صبور في النادي الصيد، بلاش بعد النادي الاهلي خالص. بالظبط. اتكلم على مثال ناجح. حد زي حسين بيه صبور ان هو خد 3 4 دورات ورا بعض، ما كانش شفنا نادي الصيد بالجمال اللي هو فيه اللي في المهندسين. وعلى فكره بيغير منه اعضاء النادي الاهلي. خلينا منطقيين، وفتح في اكتوبر خلاص طبعا. لا والجمال كمان لما فتح في القاهره الجديده، وفتح في هنا في 6 اكتوبر. حاجه جميله جدا، لان بلان الراجل حط بلان، راجل فكر حسين بيه، مهندس فرج عامر في سموحه. وقيس على ذلك انت ليه بتحجر على راي الجمعيه؟ ممكن ما تقعدش المجلس السنه، سهل قوي ان ما تقعدوش سنه، هتعمل جمعيه غير عاديه وتمشيه. لكن الموضوع انت بتحجر ليه ال8؟ ده هو عمل تطوعي. يعني بيقول لك طب ده كان كده في اللجنه الاولمبيه دي الناس دي بتاخد فلوس. الناس اللي شغاله في اللجنه الاولمبيه، الناس شغاله في الفيفا بتاخد فلوس. في الفيفا لا مش متطوعين، دي ناس بتاخد بمقابل. لكن انا النهارده بقطع من وقت شغلي، بقطع من وقت بيتي، وكل دوت وقت وبعمل عمل تطوعي حبا في النادي. فانت بتحجر على راي الراجل العضو بتاع الجمعيه، ما هو اللي يقول ده كويس يقعد، ده مش كويس يمشي. كما ما تحددوش ضد ده انا كمان ضد موضوع حته الفئات العمريه. الفئات العمريه دي كمان انا مش عارف هي يعني اتعملت سببها ايه يعني؟ لا او توزيعتها على ايه. يعني لما جه النادي الاهلي، يمكن كابتن حسن في المؤتمر الصحفي اللي عمله، والنادي الاهلي عمل حصر الاعضاء اللي عنده، في تفاوت كبير قوي في الاعداد في الاعمار. يعني في عمر فيه 16,000، في عمر فيه 87,000. طب ازاي؟ طب انا يعني طب ازاي انا بناء عليه انتقي من هنا؟ لازم يكون في يتساووا في العدد الفئات العمريه كلها، وبناء اقول ولا هاخد من هنا لهنا.
يعني برضه في انا مش عارف انا ايه اللخبطه زي سمع انه اللجنه الاولمبيه الدوليه في انباء كده دلوقتي. انا سمعت بعتة وبتلغي قائمه، بس صحه الكلام ده من عدم الله اعلم يعني. ده ممكن ياجل انتخابات ثانيه. ده ممكن طبعا، ان هو اللجنه الاولمبيه اظن على ما اظن حسب ما انا سمعته انها طالبه ان تتلغي اللائحه اللي اتحطت عند للتدخل الحكومي، ولازم يتعمل قانون للرياضه من اول وجديد، وده هيتطلب ان هو هيمد في اعمار المجالس اللي هي مدتها موجوده من 6 اشهر لغايه سنه لغايه لما يبقى في قانون جديد للرياضه. قانون الرياضه بقى مش قانون الرياضه بقى بدل بتاع 75 اللي احنا عاملين ايه كل شويه نشوف حته ونحط حته ونرقع فيها. برضه بتسمعوا اكيد كلام انه القائمه دي جايه علشان تحافظ على وضع قائمه الكابتن حسن، ولو في حاجات ما تسوتش يعني. كلام جميل بالله عليك، يعني حد في قيمه الناس اللي موجوده دلوقتي يعني. انا لازم اتكلم معاك في كل ده يعني. لا حلو قوي ان انت بتسالني يعني حد في قيمه مثلا المهندس ابراهيم معلم، ده راجل رئيس اتحاد الناشئين العرب، وراجل نائب رئيس اتحاد الناشئين الدولي. هو اسمه يعني ماركه مسجله يعني طبعا انا لا ازكي الله احد، بس انا يعني باشمهندس ابراهيم انا شفته كمان بره مصر، شفت باشمهندس ابراهيم معلم بيتعامل بره مصر ازاي بعيد عن النادي الاهلي خالص كقيمه. اسم المهندس ابراهيم معلم كراجل رئيس اتحاد الناشئين العرب ونائب رئيس الاتحاد الدولي بيتعامل ازاي على مستوى الرؤساء وبتاع. هل ممكن المهندس ابراهيم معلم يخش عشان يحافظ على مجلس؟ وفي حد في الدنيا ضامن عمره 5 دقائق عشان بيقول لك حافظ ومش حافظ؟ وبالتالي بقى تعالى مثلا حد المهندس الكابتن محرم الراغب، قيمه والتاريخ الكبير بتاع الكابتن محرم الراغب. باشمهندس ابراهيم صالح راجل رئيس مجموعه طبعا احنا اتكلمنا عن القائمه كلها يعني اكبر مجموعه على مستوى العالم، يعني حاجه على مستوى العالم، راجل ماسك المجموعه في العالم كله يجي عشان احنا كلنا داخلين بنعمل عمل تطوعي. وانا بقى بحب يعني الميزه اللي بتميزنا احنا في النادي الاهلي، احنا الحمد لله يعني بتدار الانتخابات بدون تجاوزات، وعايزين نفسي نحافظ على الحته دي. يعني لسه كان المرشحين كلهم يبقوا يلتزموا بس ضبط النفس. احنا كلنا داخلين بنحب النادي، مش في خناقات بقى، مش في صوت عالي. عمرنا ما بنشوفش الكلام ده في النادي الاهلي، وعايزين احنا نبقى احنا مميزين زي ما النادي الاهلي مميز طول عمره، نكمل كده مميزين ان شاء الله باذن الله، ونحافظ على نادينا ايا كان اللي هيجي على جاي عشان يشتغل في النادي الاهلي، وجاي عشان بيحب النادي الاهلي على دماغنا من فوق، وما دام الجمعيه العموميه اختارته يبقى هو ده الاصلح للفتره اللي جايه ايا كان. شفت ازاي رحيل الكابتن حسام البدري؟ شفت منه؟ لا هو الكابتن حسام اكيد حسبها حسبه ثانيه غير اللي احنا بنحسبها، حسبه ماديه. هو الراجل النهارده الكابتن حسام يمكن هو في عمري او اصغر مني شويه، حسبها ان هو النهارده يقضي كام سنه في ليبيا، وده حقه 1,000,000% ان هو يقضي كام سنه في ليبيا الفتره الجايين بعائد مادي كويس، وبعد كده كابتن حسام بلاننج ان هو بعد كده يقعد في كندا مع العيله يعني هناك، اولاده كلهم هناك. بس ما زعلتش منه؟ انا اعرف كابتن حسام كويس قوي، وعارف ان هو يعني راجل ازاي وجدع ازاي، ومش من النوع اللي هو ممكن يهرب في معركه. لا بس النادي الاهلي يطلع بيان قاسي يعني. بس انا ما اعرفش في ملابسات كتيره ما اعرفهاش، بس انا بتكلم على حسام البدري، مش الكابتن كمان، على حسام البدري كشخص. انا اعرفه كويس، متفاهم قراره، متفاهم وهو حسبته ازاي. يمكن هو دي ما عرفتش ما وصلتش، يمكن شاف برضه هو محتاج حاجات بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره الجايه، شاف النادي الاهلي مش هتتوفر له الفتره الجايه، يمكن ليه حسابات ثانيه، بس ايا كان هو قراره وهو مسؤول عنه. وانا يعني انا احترم الكابتن حسام. قرار اعتزال بركات رايك فيه؟ رفضه تماما. اتكلمت معاه؟ لا ما شفتوش لسه، بس لازم اتكلم معاه. لا انا رفضه تماما. بركات عنده كتير قوي اللي ممكن يديه. هو ده ما اللي حسبهاش صح بقى. لا لازم يحسبها صح. او جايز هو عايز يبقى يعني لا هو هيبقى ان شاء الله باذن الله يعني بركات اصل الانهاء يبقى هو في القمه. الناس هو برضه دي يمكن دي هو حسبته، بس هو لسه في القمه ان شاء الله، وهيفضل في القمه. ان بركات من اللعيبه اللي بتحافظ على نفسها كويس، وبيعرف بيظهر بمظهر كويس، ولما بيلاقي نفسه قليل وبتاع بيعرف يزود نفسه ويكمل. فانا مش معاه في اللي هو يعمله. كان ليك دور في صفقات الاهلي الاخيره؟ يعني من الاهلي مثلا مسعد عوض انضم، احمد خيري، صبري الرحيل، الصفقات دي هل كان حضرتك دور فيها؟ لا في الفتره الاخرانيه، يمكن بعد الباشمهندس عدلي ما مشي وجاي مع الكابتن مجدي والكابتن هادي، ما كانش ليا تدخل في اي صفقه من دول خالص. لو يعني يمكن يعني يمكن اللعيبه هي اللي كلمتني
يعني كان نادي الاسماعيلي كلمني عشان خاطر مسعد وبتاع، فما دخلتش لما عرفت ان النادي ماشي في اجراءاته معاه، بس ما دخلتش في حاجه ثانيه. تمام. خلينا نروح لاسئله الفيسبوك وتويتر، بس هم كتير فنحاول يبقى اجابات على قد ما نقدر. لا سريعه. لا طبعا الوقت بيداهمني يعني. من تويتر خليني بفضل شوقي بيقول لك يا ريت تهتموا بالسد الاهلي. احمد عمر هل هنشوف تطور في سياسه الاهلي، يعني اختلاف في سياسه الاهلي ولا تبقى نفس السياسه؟ احنا في اطار طبعا بنمشي عليه، اطار الاحترام واطار القيم ومبادئ النادي الاهلي دي ما نقدرش نحيد عليها، بس يعني زي ما بيقولوا كل شيخ بيبقى له طريقه يعني طبعا القيمه والايمج بتاع النادي الاهلي عمره ما هيتغير ابدا يعني، وده احنا داخلين عشان نحافظ عليه. ميري بتسال توقعاتك للدور الرباعيه، يعني حاسس ان النادي الاهلي ممكن يحسم الموضوع؟ لو اتلعبت لو اتلعبت بالمناسبه نسيت اقول خبر كان جاي لي برضو انه اتاجل الاسبوع الاخير من المجموعه لما بعد 30/6. بعد كله احنا كده يعني بالسلامه يعني مش عايز كريم برضو هحاول بسرعه. كريم بيسالك هل في ناس بتتكلم دايما عن صراع بينك وبين المهندس عادل القيعي، هل ده بيبقى حقيقي يعني ولا لا؟ دي صراع لصالح النادي الاهلي. طب ساعات سوء تفاهم؟ لا برضه لصالح النادي الاهلي. كده ما عندي ده ما بيحصلش سوء تفاهم. انا لسه كنت بقول لك قبل من شويه اهو، بقول لك بعد ما هو مش موجود انا ما دخلتش لان احنا متفاهمين تماما يعني. وجدي محمد بيقول لك يا ريت المجلس الجديد ما يسيئش لابناء النادي زي حسام حسن وابراهيم حسن والحضر. عمره ما المجلس ولا قديم ولا جديد ولا حد يسيء لتاريخ النادي الاهلي، واي حد من دول قيمه كبيره جدا. بودي كده بيقول لك ايه رايك في التراس ودخوله الاستاد وكلام من ده؟ ايه رايك في الالتراس ودخول الاستاد؟ احنا مش عايزين تملي نحط الالتراس في وضع المتهمين. يعني لازم نغير الكراسي ونحط نفسنا مطرحهم. الولاد دول عملوا شكل للتشجيع، لكن هم دخلوا بالقوه يعني، دي برضو لا هم ما دخلوش بالقوه. هو تبقى اتفاق ان هم لو دخلوا فتحوا لهم مبادئ، ما كانش في يعني تناحر ولا حاجه. بالعكس هم فتحوا لهم مبادئ دخلوا، واحنا النهارده خدنا 100,000 جنيه غرامه. بس رايك يعني في القرار ده برضه؟ لا ده قرار مجلس الكوره، وكان لجنه مسابقات كانت بتقول ان لو حصل هيبقى في غرامه، يعني لو كان حصل مفيش مشكله فيه يعني القرار ده. بس انا مع انا عايز بس انا قبل ما نقعد نتهم ونحط الالتراس تملي في وضع الاتهام، نقول ان الناس ديت كان في ناس جواها ناس يعني كتفهم في كتف بعض مره واحده، ما لهمش 74 واحد او 72 واحد ماتوا. بتلتفت لهم العذر برضه دايما يعني جزء من يعني طبعا، بس انا بقول الناس دي يعني بتعشق النادي الاهلي، واحنا ما نقدرش نستغنى عنهم. تمام. الاسئله طبعا مكرره، هحاول ان انا اقول اسم بس. سعيد محمد، وائل سعد، ياسر عبد اللطيف، برضو رامي عاصم، الازمه الماليه اتكلمنا فيها برضو، مهاب الديب، الجنتل نادر، كل دي حاجات احنا يعني ردينا عليها. برضو محمد محي بيقول لك يعني ليه الاستاد ما يتعملش زي اوروبا، حق انتفاع لمده معينه؟ دي فكره من الافكار. دي طبعا دي من الافكار الموجوده او افكار مطروحه، بس هي بتتحسب بالعائد المادي اللي ممكن النهارده حد بيجي يعمل استثمار. النهارده الاستاد بنتكلم في حوالي مليار جنيه. احمد صالح بيسال مين اللي تتمنى وجوده في النادي الاهلي من خارج النادي الاهلي؟ اسم اسم دلوقتي يعني موجود؟ يعني لو في ذهنك مش في ذهنك نخليه شويه كده عشان هجيبه ربنا يسهل ان شاء الله. تمام. محمد البارودي، كريم حسام الدين، مجدي التركي بيقول لك كده مفيش انتخابات على بناء على قرار اللجنه الاولمبيه الدوليه، دي لسه مش اكيد. بيبو الاهلاوي، حمدي حسن، محمد اكس، يعني اعتقد دي كلها حاجات احنا جاوبنا على اغلبها. يعني هو الوقت بيجري، انا واخد وقت كده زياده طبعا، بس عشان انا مستمتع بالحوار مع حضرتك انا عايزك توجه برضو كلمه اخيره لو حابب توجهها لاعضاء النادي الاهلي والجماهير بشكل عام يعني. لا انا بحيي طبعا الجماهير العموميه بتاعه النادي الاهلي، وانا واثق من وقفتهم لما بيحسوا ان النادي بتاعهم في خطر او في حاجه بيقفوا وقفه رجل واحد. بقول تاني احنا يا ريت كلنا نحكم عقلنا مش قلبنا في الاختيار، ونشوف الصالح للنادي في الفتره، واحنا عايزين نشوف النادي ايه في الفتره اللي جايه، وزي ما عقلهم يملي عليهم
يعملوه. مفيش حد في الدنيا يملك ان هو يملك قرار على عضو في النادي الاهلي او عضو جمعيه عموميه النادي الاهلي. اخر حاجه، شايف قائمه كابتن طاهر ابو زيد قائمه يعني شرسه بتضع منافسه شرسه ولا برضه عندك ثقه شويه؟ لا كل واحد احترم كل واحد داخل كابتن طاهر ابو زيد، كل واحد ليه الاحترام وليه التحيه ان هو قدم نفسه ان هو في العمل التطوعي دوت ويخش مع منافسه مع غيره من المرشحين يعني. طلبت في قوائم اخرى؟ انا مش زي ما بيقول الدكتور محمد شوقي، خلاص الكلام دوت خلينا احنا في اللي احنا فيه دلوقتي. خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. اشكرك يا حاج محمد. انا اشكرك جدا والتوفيق ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وان شاء الله موفق وربنا يكتب لكم الخير باذن الله. دي كانت حلقه النهارده من ملعب العاصمه. غدا ان شاء الله حلقه جديده. ما فيش بقى دوري اليومين دول، كان طبعا بكره وبعده متوقفه على بطوله الدوري، لكن كده احنا معاكم في ملعب العاصمه ان شاء الله غدا وحلقه جديده بعد قليل. كابتن شادي محمد وبرنامج اخبار العاصمه. خليكم على القاهره والناس بلس 2.